بدخلة إنك لميت وإنهم لميتون. طبعا انت مستني اكلمك عن إلفينا، بس الحقيقة انا جاي اكلمك عن هدف الزمالك التاني، لانه جه من جملة حاول يكررها الزمالك اكتر من مرة، وده دليل على شغل يانيك فيريرا. هنلاقي الزمالك بيبني اللعب بشكل 3-4-1-3. هتقولي كده في لعيب زيادة، هقولك دي حقيقة، لان فيريرا بيستخدم صبحي كلاعب اضافي وسط حسام عبد المجيد والونش علشان يكمل الثلاثي بتاع بناء اللعب. في نفس الوقت مودرن سبورت بيضغط مان تو مان، وده مخلي فيه مشكلتين لمودرن. اولا انهم 10 لعيبه بيضغطوا على 11. تاني مشكله ان تحركات لعيبه الزمالك بتخلي في مساحات تظهر في دفاع مودرن، وده عكس اللي كان بيعمله مودرن قدام الاهلي. شوف صبحي وهو بيلاقي عبد الله السعيد اللي بيعمل اسكان وشايف لعيبه مودرن جايه تضغط، فيرجع الكوره لحسام عبد المجيد اللي بقى فاضي بعد ما المهاجم راح يضغط على محمد صبحي. شوف نتيجة نزول عبد الله السعيد وشحاتة، قدر ناصر ينزل في المساحة اللي ظهرت في ظهر نص ملعب مودرن. أول ما عبد الله رجع الباص علشان عبد الله بعد كده يلف على طول ويتحرك عشان يستلم الباص اللي جاي من ناصر ماهر بدون ضغط، وقدامه موقف 3-على-3 وهو الرابع، يبقى الموقف في صالح الزمالك. شيكو بانزا نزل يستلم هو كمان، وطبعا خاف مدافع مودرن سبورت يجري وراه علشان ما يسيبش مكانه في قلب دفاع مودرن فاضي، علشان يبقى الموقف 3-على-2 لصالح الزمالك على طرف الملعب، علشان بمهارة إلفينا وتحرك بانزا في المساحة اللي ظهرت بين خط دفاع مودرن، وكمان يستلم بمهارة عالية شبه استلام بن رمضان مع الأهلي قدام فاركو. ومع إن ناصر ماهر فاضي إلا إنه قرر التسديد، وأبو جبل طبعا ما قصرش خالص مع شيكو بانزا.